السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبيباتي؟ عاملين ايه؟ وصفة النهاردة وصفة حلوة جدا لكل الناس اللي ما بتعرفش تعمل فراخ ملفوفة، ولكل الناس اللي ما بتعرفش تعمل الحمام الكذاب. النهاردة وصفتنا سهلة جدا، وكمان للناس اللي ما بتعرفش تاكل الوراك عشان العظم اللي فيها او بتتضايق منها. تعالى اقولك النهاردة هنعمل وصفة حلوة جدا. نبدأ في المقادير والمكونات وطريقة التحضير على طول. اول حاجة معايا بصلاية حمراء، حطيت عليها ملح وفلفل وسكر، وابتديت اعصرها زي ما انتم شايفين كده عشان افصل الميه لوحدها وتفل البصل لوحده. مفيش حاجه عندنا بتترمي هنا اهو، كل حاجه موجوده هنا بنستغلها والحمد لله. تمام. كل ما تسيبي البصله في الملح والفلفل والسكر كل ما تديكي كميه سائل اكتر، وكل ما كانت مبشوره وناعمه هتديكي برضو كميه سائل اكتر. لكن انا هنا عايزاها خشنه شويه، فعشان كده السائل اللي عندي ضعيف. خدت البصل اللي انا عصرته، حطيت معلقه من السمن وطبعا عليه التوابل، وهبتدي اعمل بيه الخلطه اللي هحشي بيها وراك الفراخ. تمام. اول ما خد لون معايا نزلت الرز، او مش لون، دبل. نزلت الرز وحطيت بهارات السبع حبات، احط فلفل اسود والملح بتاعي، وهي دي الحشوه. لو حابه تحشي رز بالبسله مفيش مشكله، حابه تحشي فريك حلو جدا، حابه تحشي برغل بالخضار برضه هيبقى طعمه في منتهى الجمال. هسيبها بقى واوطي عليها لحد ما تستوي 80% او يعني 70%. تمام. ميه البصل حطيت عليها معلقه من معجون الطماطم الجاهز، وهي عليها الفلفل والسكر والملح. ودي هتبقى التتبيله بتاعه وراك الفراخ. الفراخ زي ما احنا شايفينها اهي، الورك مفتوح تماما، مش معمول زي الفتحه بتاعه الحمام الكذاب اللي هي بيبقى فيها زي جيب كده من مكان العظمه بتاعه الورك. هنزل بقى الدريسنج بتاعي ده، وابتدي ان انا ادهن بقى واعمل مساج كده للوراك بتاعه الفراخ بميه البصل وصلصه الطماطم دي حلوه قوي، وهتديني طعم في منتهى الجمال وتطعيمه. تمام. من فوق ومن تحت. لو عملت الموضوع ده من قبل بساعه او بساعتين هيبقى يعني طعم الفراخ معاكي روعه في منتهى الجمال. خلصنا المساج كده. طب تعالي اقول لك بقى، للناس اللي ما بتعرفش تلف، والناس اللي مش عايزه الالمنيوم فويل، والناس اللي مش عايزه الاسترتش، هقول لك على فكره رائعه هتعملي بيها حشوه للفراخ وتطلعي الفراخ في منتهى الجمال زي ما شفناها في اول الفيديو، وفي نفس الوقت يكون من غير الصعوبات اللي اتكلمنا عليها دي كلها. تمام. الاول هفتح الفراخ معايا شويه علشان خاطر تشرب من التتبيله، وفي نفس الوقت اقدر اعمل معاها الحشو. جبت بوله ازاز عاديه خالص وكيس من بتاع التلاجة، دقيت على الفرخه وهبتدي احط الكيس في الفرخه كده في قلب البوله وافردها عشان تاخد التجويف بتاعها. بعد ما عملت التجويف ده في قلب البولة، هبتدي بقى احط الرز بتاعي اللي استوى، قول مثلا 65% من التسوية، او حتى كمان 70%. تمام. لان الوراك ما بتاخدش وقت في التسوية، وهتتشوي في الفرن، فلازم يكون الرز اخد كميته من التسوية كويس. طيب الناس بقى اللي ما بتعرفش تلف، بصي بمنتهى السهولة، احنا ما لفيناش ولا اي حاجة. انا حطيت الرز، حطيت الكيس البلاستيك في قلب البولة، وفردت في قلبيها الورك بتاع الفرخة، وحطيت الرز وقفلت عليه. بصي، وقفلت الكيس البلاستيك واتكيت عليه كده. بس ادي كل الحكاية. الفكرة في كده. صينيه بقى الومنيوم هتحطي عليها ورق زبده او مش هتحطي عليها ورق زبده، انا شخصيا هعملها بمسحه من الزيت، وهحط في قلبيها الوراك بالشكل ده. بصوا انا بضغط ازاي، بقفل الكيس واكبس واضغط جامد. تمام. ولا بقى تلفي في الاسترتش، وبعد كده في الورق الالومنيوم وتسوي في البخار او نسوي على البوتاجاز خالص. انسي الكلام ده، وكل التكاليف والمواويل والمراحل دي كلها احنا اختصرناها في المرحله دي. هحط بقى البوله بتاعت الفراخ، اقلبها بقى زي ما هي كده في قلب الصينيه الالومنيوم. هتستوي، هتشوفيها مستويه وطعمها في منتهى الجمال. خرافه. طريقة جديدة ووصفة سهلة جدا 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 للناس اللي ما بتعرفش تلف فراخ، او حتى لما بتحشي الفراخ بتبوظ معاها.
هعمل بقى اللي من الاتنين اللي موجودين. بصوا شكلها عامل ازاي، شكلها لطيف وجديدة خالص. تتقدم بقى شوية جنب شوية رز كده، حاجة يعني في منتهى الجمال. أنا كملت الباقي. دي معجون من الطماطم، حطيت عليه معلقتين من الزيت وشوية بهارات وملح وفلفل أسود. وهبتدي بقى بالفرشة أدهن الفراخ بتاعتي عشان أدخلها للشوي. هتقعد قد إيه في الفرن؟ درجة حرارة 200 أو 220. هتقعد معاكي حوالي نص ساعة، نص ساعة و10 دقايق، في الحدود دي. هتلاقيها استوت من بره ومن جوه واخدت لون، والرز معاكي بقى مفلفل وطعمه في منتهى الجمال. هقدمها على ايه؟ تقدري تقدميها مع رز ابيض او رز بسمتي. انا النهارده هعمل رز الكاري وهقدمها عليه مع خضار سوتيه. وجبة بسيطة وسهلة جدا، وكمان تقدري تعتمدي عليها في عزومات. شكلها شيك جدا وكمان طعمها في منتهى الجمال. حاجة كده مختلفة عن الحمام المكداب او الفراخ المحشيه. هي طبعا فراخ محشيه بس اوريدي كل قطعه لوحدها. هتبقي بقى مش محتاجه انك تقعدي تقطعي وحاجه زي كده. القطعه مستقله بذاتها لوحدها. لو مكملين الفيديو معايا لحد دلوقتي يبقى اكيد عجبكم. يسعدني جدا تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان توصل لكم كل الوصفات الجديده ان شاء الله. بصوا شكل الفراخ بتاعتنا، حاجه كده فاخر من الاخر. عشان لما اقول لكم ان مطبخ مرمر بيعمل عظمه تصدقوني. هحط بقى الفراخ هقدمها على الرز بتاعنا، ودي كده تبقى وصفتنا النهاردة. بسيطة وسهلة جدا. بستنى كل تطبيقاتكم، بتعجبني جدا وبنزلها على البيج بتاعنا اللي على الفيسبوك. وكمان بتسعدني تعليقاتكم واللايك اللي بتعملوه بيعرفني قد ايه استفدتوا من الوصفة بتاعتكم. ده كده كان شكل الفراخ بتاعتي، شكلها وطعمها وريحتها في منتهى الجمال. اتمنى ان انتوا تجربوا الوصفه. اشوفكم بخير. عملنا مع بعض النهارده الفراخ او الوراك المحشيه بطريقه بسيطه وسهله جدا. اشوفكم بخير في وصفه جديده من وصفاتي. كانت معاكم مرمر محمد من ميرو في المطبخ. بصوا شكل الرز، اظن التسويه باينه، وباين كمان انه مفلفل جدا.